انا بشكرك على التعليق، ولكن انا بس حابب برضو اوضح معلومه ليك، ونفس الوقت بنصححها لحضرتك، بنصححها برضو الناس اللي هي عاوزه تفتح شركه في البرتغال، سواء ان هي تيجي على البرتغال معاها مثلا اقامه، عاوزه تاسس شركه في البرتغال، او ان هي عايزه تاسس حتى شركه في البرتغال ومعاها فيزا سياحه لكن مش هياخد عليها اقامه، او ان هو هيعمل تاشيره دي 2، هو ياسس شركه ويحصل على الدي 2. انت دلوقتي بتقول لي عشان بس الناس تبقى فاهمه برضو ان هو لازم يكون محتاج مقر. طيب انت عندك 3 حاجات عشان خاطر الموضوع ده مش محتاج ان انت يكون عندك مقر. ال3 حاجات بقى انت محتاجهم. اول حاجه لازم فعلا يكون فيه عنوان، انا ما نسيتش ولا حاجه، لكن العنوان ده ليه ممكن تختار عنوان المحاسب اللي انت هتخليه يمسك لك الشركه، لان انت من غير محاسب مش هينفع تفتح اساسا شركه. طيب ممكن ان انت بتختار العنوان بتاعه، وده ممكن انت بتديله ثمن العنوان، فخلاص ما عندكش مشكله في العنوان. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بتحتاج ان انت يكون عندك مثلا شركه، مثلا خدني مثلا انا كمثال، انا عندي مثلا شركه، ففي الشركه اللي عندي دي مثلا فيها 5 6 مكاتب، فبديك العنوان بتاع الشركه عندي، وبيكون ليك مكتب زي كده حاجه شيرنج، والمكتب ده بناء عليه جوه الشركه، وبتاخد العنوان بتاعي انا او بتاع اي حد تاني، يعني انا بديك كمثال. الحاجه الثالثه ان انت تاخد مقر، تأجر مثلا مكتب، مقر او محل، او في مول حد بيأجر مكاتب وبيكون ليك مقر، المقر ده برضو تقدر تحطه في الشركه. طيب في حاجه بقى رابعه انا افتكرتها، عنوان بيت. لو عندك عنوان بيت في البرتغال، بقدر ان انا احط عنوان بيتي، لان انت اصلا مش مطلوب منك غير عنوان، فانت ممكن تفتح الشركه باي عنوان في البرتغال وبتكون الشركه اونلاين. يعني انا ممكن دلوقتي الغي المقر بتاعي واحط عنوان بيتي واكمل شغلي بالشركه عادي، انا مش محتاج المقر. لكن لو هقابل ناس وناس هتجيلي المكتب مثلا او الشركه، لازم يكون عندي مقر. فدي كانت بس توضيح لحضرتك وللناس المهتميه بتاسيس الشركات في البرتغال، سواء كانت هتيجي تاسس شركه عشان تعمل بيزنس ومش محتاجه اقامه فيزا سياحه، او ان هي عاوزه تاسس شركه في البرتغال وهي في بلدها وبتروح سفاره البرتغال وتحصل على حاجه اسمها الفيزا دي 2 عن طريق الاستثمار، وبتاخد الفيزا وبتيجي ساعتها تعمل اقامه. تحياتي لشخصك المحترم، السلام عليكم. عليكم السلام.